التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. ايوه ايوه حلو كده، حلو كده. هتسرق الموبايل؟ هتسرق الموبايل؟ عيب عيب، هتسرق الموبايل؟ عيب. طيب عيب عيب، هتسرق الموبايل؟ هتسرق الموبايل يعني؟ انت كده هتسرق الموبايل؟ انت كده صح؟ ها اللي عملته ده صح؟ تعالى بس قول لي اللي عملته ده صح؟ انت جدع، انت جدع قوي، جدع قوي قوي كمان. متابعينا الكرام، حادث سرقه دلوقتي، حادث سرقه، احنا في حادث سرقه دلوقتي، وهو جاي يسرق الموبايل مني زي ما انتم شايفين. قسما بالله ما هسيب حقي، وقسما بالله لا هتيجي وهجيبك ومش هسيب حقي، قسما بالله ما هسيب حقي. انت جاي تسرق الموبايل دلوقتي واحنا على اللايف هوا وجاي تسرق الموبايل. هتيجي انا كنت هوا ورحمه امي لاجيبك، واحنا في بلد وفيها قانون، والشرطه هتجيبك، الشرطه هتجيبك. روح براحتك، الصبح هتلاقي نفسك في القسم. ادينا انا قلت ورحمه امي لاجيبك. انا صحفي يا وسخ، تعالى يلا. زي ما انتم شايفين متابعينا الكرام، حادث سرقه بيتم، حادث سرقه تم دلوقتي اهو وانا واقف معاكم وبعمل اللايف. حادث سرقه تم قدامي. انا بطلب الجهات الشرطيه في منطقه عين شمس ان يتم القبض على هذا المجرم القاتل اللي كان هيسرق الموبايل دلوقتي قدامي، وجبته في الكاميرا، وهيجي. حادث سرقه قدام ده على الهوا، ده هو حظه كده وعلى الهوا. بص تعالى كده، شوف كم واحد بيشوفني، ناس مش شايفه، 700 واحد وانا هوا. اتفضح وش كده اتفضح، عايز يسرق الموبايل على الهوا. 700 واحد بيشوفه، 700 واحد بيشوفه، 700 واحد بيشوفه على الهوا كده، عايز يسرق على الهوا. حلو جدا جدا، انا مبسوط جدا ان ده اللي حصل. اوكي تمام، انا معاك. انا هاخد اللينك ده واطلع على جهات التحقيق في اسم عين شمس وهم يعرفوا يجيبوه. الراجل كان هيسرق على الهوا اهو، ماشي. حلو جدا. حادث سرقه على الهوا، حادث سرقه على الهوا زي ما انتم شايفين. الساعه 2 حادث سرقه على الهوا. حادث سرقه على الهوا في الدقيقه 43 ثانيه. احد اللصوص جاي وهيسرق الموبايل. نكمل بقى ايه القصه اللي احنا عاملينها. حادث سرقه على الهوا، الحمد لله رب العالمين. هجيبه والله، ما بقاش صحفي غير لما هجيبه وهيجي وهيتقدم للعداله وهيتشاف، لانه هو اتشاف. هيجي. حلو، احنا في بلد قانون، وانا ما بطالبش حاجه من الجهات الشرطيه عندنا غير ان هي ايه، تفعل القانون. بس الراجل هيمسك الموبايل بتاعي وهيمشي، وهياخده وهيمشي. حادث سرقه على الهوا. انا بطالب الجهات المحترمه المختصه في عين شمس بان يشوفوا الموضوع ده. وادي بلاغ للنائب العام اهو. احنا في بلد فيها احترام، في بلد فيها قانون. احنا على الهوا دلوقتي، والراجل ايه بيسرق الموبايل وانا على الهوا، وحصل بشهادتكم يا جماعه، صح؟ معلش سؤال واحد، ايه اللي حصل؟ كان عايز يسرق الموبايل، صح؟ شو حضرتك شفته؟ بلاغ، صح؟ لازم الناس دي تختفي. انت ممكن تقف مكاني وكان ممكن يتسرق منك انت. حصل كان عايز يعمل ايه؟ على الهوا، صح؟ زي ما انتم شايفين متابعينا الكرام، ده بلاغ للنائب العام وش. طبعا انا مصوره وجايبه مصوره وجايبه. هو حظه، امه ده عياله على الهوا. تم سرقه التليفون على الهوا. ادينا شايفين. احنا طبعا في بلد محترمه جدا بتراعي فيها حقوق الناس، واسم شرطه عين شمس لهم كل الاحترام والتقدير. ده بلاغ ليهم وبلاغ للنائب العام عشان يتصرف في ايه؟ حادث سرقه على الهوا. ما هو مش ممكن يا جماعه، صحفيين يمشوا بامان ازاي في البلد دي؟ صحفيين لازم يحسوا بالامان ازاي لما يبقى فيه حادث ويتم فيه جيب الناس اهو. والكاميرات موجوده، بصوا الكاميرات موجوده اهي، الكاميرات اهي بتصور وجايبه. الكاميرات موجوده وصورته وجبته، فاضل بس يتم القبض عليه. هطلع دلوقتي على قسم شرطه عين شمس عشان اجري التحقيق اللازم في الموضوع، ومش هسيبه. ليه؟ لان انا مكان واحد ممكن يقف في مكاني كده بيعمل تليفون يا جماعه ويتسرق. فده غلط. لازم ده يجي، ولازم يتحاسب، ولازم يتشاف.
بشاهد الناس عشان حضراتكم تبقوا واقفين. لو ما تمش التفعيل القضيه دي، الموضوع ده انا طالع دلوقتي على اسم عين شمس حالا، اجري الكلام بتاعي طالع على عين شمس عشان اجري التحقيق بتاعي على هوا. انا صحفي وبعمل اللايف بتاعي في الشارع، وتمكن احدهم عدم تمكن احدهم من الامساك بالتليفون نظرا لاني كنت ماسكه كويس، وربنا اراد ان هو ما يتاخدش، ربنا اراد. الحمد لله. الحمد لله. قيمه التليفون ان شاء الله تكون شيلن، ان شاء الله تكون قيمه التليفون شيلن باريزه 10 جنيه. لازم جهات التحقيق تشوف موضوعها. اسم شرطه عين شمس لازم ياخد باله، منطقه خطر، منطقه وحشه في كل مكان. هو عايز يمسك التليفون، عايز يخطف التليفون ويجري. لا هتيجي ليه؟ لان احنا في بلد محترم، وفي جهات بتراعي هذا الموضوع، وفي جهات تحقيق في عين شمس بتيجي في اسم عين شمس. ده اسم محترم، من اكتر الناس اللي انا بشكل شخصي بحبهم هناك. هيجيبوه وانا واثق من ده. انا طالع دلوقتي على اسم شرطه عين شمس عشان اجري المحضر بتاعي، عشان مش هسيب حقي، والله ما هسيب حقي. اهو ادي الكاميرات جايباه والتليفون كمان جايبه، الكاميرات جايباه والتليفون جايبه. اي حد من حضراتكم كان ممكن يبقى معايا مكاني، واي بنت ماسكه تليفون ما تنفعش تمشي في الشارع ده. كثرت جدا الحوادث بتاعته الشارع ده.